الكرة من جديد بتمرير على الدين الدربالي، ثم في وسط الميدان نقلة من وسط الميدان كانت من بوسنينة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالراس إلى حارس المرمى. تقريبا ثاني محاولة لو نحتسب الفرصة اللي تم يعني رفع راية التسلل للمنتخب التونسي. منتخب مقدونيا الشمالية على مستوى يعني الفرص وعلى مستوى كذلك الانتشار افضل المنتخب. وهذه كرة مرفوعة عبيدي ممتاز، حمزة العبيدي حلو اللمسة على مستوى الطرف الايمن. امان الله الحميثي حذر داخل منطقة الجزاء، تدخل من الدفاع المغربي. ما ثماش يعني المهاجم. التمريرة كانت رائعة في طبق، لكن غاب يعني اللي باش يسدد على مستوى الشباك المغربي. من جديد كرة تتحول المنتخب في بناء الهجومي الجديد. حذري من هذه الكرة، يلزم يرجع المنتخب التونسي. تصويبة وجانبية والحمد لله جانبية. كرة تسديدة كريم الساعدي لاعب الرجاء المغربي. بصراحة يعني خذا وقته، خذا المساحة، سدد يعني هناك البطء في العودة الدفاعية والحمد لله أنه كرة مرت سلامات جانبية على الشباك حارس المرمى ريان بسباس. هذا الريبلاي التصويبة يعني عمل كل شيء لاعب المنتخب المغربي. ترجع من جديد مرفوعة على القائم الأول تمشي لحارس المرمى. ترجع من جديد في وسط الميدان باهي افتكاك الكرة، ترجع من امان الله الحميدي. هذا اللي حكيت عليه، الضغط مع السرعة من لاعبي المنتخب التونسي، لكن يخسرها في مرة ثانية امان الله الحميدي. ذكر عليه المساحة ممتاز العبيدي، ثم مرفوعة كرة طويلة. دائما وقت افتكاك الكرة تكون طويلة في عكس الهجمات من جانب محمد ياسين الشعباني. يبدل كليا الى الجهه اليسرى لهجوم المنتخب التونسي داخل منطقه الجزاء. تسديده اولى ثم الى ضربه الركنيه. سدد في مره اولى. هذه الانطلاقه في لمسه اولى كانت من فارس بوسنينه، ثم التصويبه علي البحراوي، ثم تبقى من جديد الى بنجامين في منطقة الجزاء. حاول يمر كريم الساعدي، اختيار الكرة المنتخب المغربي. تسديد وتدخل تونسي. باهية تدخل صحيح، فما الفرصة كانت الاختيار على مرمينا، لكن المهم يكون يعني دفاع المنتخب التونسي يصلح في مرة ثانية. هذه اللقطة التمرير نجحت من الساعدي، لكن يرجع دفاع المنتخب التونسي ما يخليش المساحة. وتونسي طويلة من علالة، يرفع يوزع باتجاه امان الله الحميثي يحاول يدور بكورته، يستحفظ عليها في مرة أولى، ثم يستنى المساندة، ينتظر الحلول، يلقى الحل في مرة أولى مع علاء الدين الدربالي ينطلق يقترب من زاوية الركنية، يوزع كرة إلى حارس المرمى. منطقنا المنتخب المغربي هذه المرة على الطرف الأيمن. حذاري من هذه الكرة، تصويبها ولا تدخل دفاعي. تدخل ممتاز من مدافع المنتخب التونسي. هذه تقريبا ثاني محاولة يحاول عن طريق تسديدات المنتخب المغربي. الجهة اليسرى يوسف الحرج يرجع من جديد بدور الى بوقديد، ريان بوقديد به اللمسة على مستوى الجهة اليمنى للمنتخب التونسي. تمية التحضير خطيرة الكرة، كانت قريبة الكرة الأخيرة، فرصة تسجيل الهدف الأول وصلت لمحمد ياسين الشعباني على السولة. باهية الومضة الهجومية، جملة تكتيكية كانت ممتازة جدا، واللمسة السحرية من علاء الدين الدربالي. هذه الإعادة ما خذاش لاعب المنتخب المغربي حمزة الراجي، وصلت إلى علاء الدين الدربالي، حذر إلى لاعب المنتخب التونسي يحيى. توصل من جديد الكرة إلى حمزة الراجي، حاول يبعث ثم يوزع حارس المرمى. باهي لمنتخب التونسي، وهذا أنيس بوجلبان هذا لو بال توصيات، يحاول التعليمات، يعطي يعني نصائح من أجل يعني ننجحوا في التسجيل، خاصة نعملوا في كل شيء في هذا الشوط. خلقنا الفرص، ما غاب علينا كان التسجيل. الشعباني ممتاز، لمسة على مستوى الجهة اليسرى للمنتخب التونسي، ثم تصويبة وجانبية الكرة الأخيرة، وكأنه يعني الكرة يعني ما حبتش يعني المنتخب التونسي. اللمسة كانت رائعة، والتصويبة من جانب فارس بوسنينة سدد الكرة، وكانت محاذية للقائم الأيسر لحارس منتخب المغربي سعد عنترة. أكثر فرص المنتخب التونسي. هذا الريبلاي، هذه كرة يتقدم ثم يصوب
جانبية كرة فارس بوسنينة، رغبتش التمرير الى ريان عنان، ترجع للمغرب من حمزة الراجي ثم تسديد وبسباس لكن يخسرها، ترجع للمغرب في وسط الميدان من جديد. حمزة الراجي، حمزة الراجي يحاول يقدم بكورته، ينجح في مراوغة أولى، بعد على علاء الدين الدربالي ثم الكرة. نسبة الفرص صالحنا بصراحة للأمانة، يعني من خلال الشوط الأول المنتخب التونسي أفضل من المنتخب المغربي. من جديد كرة للجهة اليمنى، كريم الساعدي، تبقى كرة للمنتخب المغربي، ما تخليش يسدد، قدم حمزة البوعدي صاحب التسديد الأخير، تبقى الكرة على مستوى الجهة اليمنى، تصويبة وجانبية والحمد لله، والحمد لله، وأن الكرة الأخيرة مرت سلامات رغم المتابعة كانت من في البطولة المحلية. وهذه كرة من جديد ترجع مغربية على مستوى الجهة اليمنى، علي البحراوي يبعث ثم يوزع كرة بالراس، تقطع كرة ترجع للمنتخب التونسي بسرعة طويلة في اتجاه الشعباني، طويلة الكرة في الهجوم المعاكس، حاول يخلط على كورته، برافو، يخلط على الكرة ثم يرفع يوزع على القائم الثاني، تسديدة والكرة لحارس المرمى. ومشكل اللي ريناه في مباراة مقدونيا الشمالية التسجيل. كرة من جديد للمنتخب المغربي، عبد الرحمن أركيد، تمشي مخته ممتاز، متفتن حمزة العبيدي، ثم على مستوى الطرف الايمن الحارس يوزع كوره، يرفع على القائم الثاني بالراس، والهدف الاول، الهدف الاول، الهدف للمنتخب التونسي، والحمد لله ينجح المنتخب التونسي في التسجيل من محمد رين الرحيمي. رائع التمركز، رائع الاقتناص، رائع حسن التعامل مع الكره الاخيره بكره وومضه هجوميه بدات من الطرف الايمن، وصلت داخل منطقه الجزاء. محمد رين الرحيمي يدشن الشباك المغربية ويمضي على أولى الأهداف التونسية مع فرحة بعض من الجماهير الحاضرة هنا في ملعب تارنتو الإيطالية. فرحة تونسية بالهدف المسجل كما قلت. ممكن العقدة متاع الشوط الأول هي التجسيم، ينجح المنتخب التونسي في 48 دقيقة من هذا الشوط. هذا الريبلاي، هذه الكرة بالراس، ضرب الكرة مست في مدافع المنتخب المغربي، في مدافع المنتخب المغربي، ودخلت للشباك، وهذا المطلوب من المنتخب التونسي. يلزم وقت تقطع من دفاع المنتخب المغربي، هذا المطلوب. تفك الكرة، العودة الجماعية، العودة السريعة، نحاولوا ما نخليوش المساحات للمنتخب المغربي. هذه كرة ضغط بالشعباني، برافو يا شعباني، برافو، تسديد جانبي لكن نسبي، ثم أرضية قصيرة الكرة من جانب بنجامين، افتكاك أول للمنتخب التونسي لكن صلح في مرة ثانية كريم الساعدي، ينقل على مستوى الجهة اليسرى ياسين زهير يحاول يبعد، يوزع كرة على القائم الثاني، اختيرة ولا الحمد لله. مشكلتنا في بعض الأحيان نخليه يعني المساحة. 58 دقيقة هذه كرة، قبل ذلك الاختيار للمنتخب المغربي، التوزيعة ثم نشاهدوا يعني ضربت في لاعب المنتخب التونسي، في مدافع المنتخب التونسي الحرج، يوسف الحرج، الى عبد العالي الداودي، يحضر قريب من منطقة الجزاء، مرفوعة الكرة، مرفوعة لكن بعيدة. كرة ياسين زهير على الصورة، فكر في الحل الجماعي، يوزع كرة لكن غادرت الى خارج الميدان.